دكتور، بس بسألك أنت كأب دكتور. الناس كانت تحكي إنه أخذ كلية من ابنه، ما خفت على محمد؟ كيف كانت نفسية محمد؟ إيش اللي حصل؟ كيف هو من بين بقية أولادك؟ ليش محمد؟ كل الأبناء تقدموا للتبرع كلهم، أولادا وبناتا، تمام، لكن محمد كان نسبة توافقه هي الأعلى. الله يحفظهم جميعا. لما قرر محمد أنه هو التوافق على تقبل العملية لا شعوريا وبعضه شعوري، أصبحت قاسيا معه، قاصد، لأن إذا كان جاي بحالة انفعالية أريد أن أكسر تلك الحالة، وكلما ازددت قسوة عليه كلما ازداد عطاء. القسوة ليست العنف رسمية وكذا، أبغاه يتردد، أبغاه يرجع، أبغى أتأكد الولد جاز ولا لا، ويزداد عزما على التبرع. لما جاءت لحظة العملية وربما أنت اطلعت عليها يا منهل، كانت عيني عليه الصقر على الفريسة في دقة النظر لا في عنفها، وكان مبتسما، ولو غابت ابتسامته لقطعت العملية واعتذرت، كان هذا في نيتي. الولد ابتسامته كانت مستمرة. دخلنا العملية، لما خرج أول كلمة نطق بها: ماذا فعل أبي؟ أنا ربيت يا منهل، ربيت زين لعيالي، لكن هذه التربية ليست تربيتي، تربية الربانية. الأمر الآخر، الجراح بعدين جاء وقال لي، قال قبل العملية جينا لمحمد، قلنا له ناخذ اليسرى ولا اليمنى؟ قال وش أزين له؟ قال اليسرى. يمكن الجراح يحب يقف يسار، ولا الظاهر طبيا زي بعض، ماني متأكد. قال خذوا اليسرى. قال بفتح فتحتين ولا 4 عشان جماليا لا يتأثر بطن الولد، عشان لو 4 يتأثر الشكل. قال وش الفرق؟ قال 2 أقدر أشتغل، بس 4 أرتاح. قال افتح 8. أعيد ثانية، أنا لم أربيه على هذا، ربيت رجل، اجتهدت، بذلت حياتي لأبنائي، لكن هذه الردود أركع أمامها. بعد العملية الحمد لله كان صحة وسلامة، لأن التبرع عملية مش مرهقة للمتبرع، طبعا كان عملية زايدة أو مرارة يعني، تماما، وعاد والحمد لله عاد إلى دراسته. فالرب يبارك له، درجاته هذه السنة زي من كل سنة، ما شاء الله، مع أنه راح أمريكا 5-6 مرات، يروح ويرجع. تقطع عن دراسته. هي تقطع، لكن حقيقة كانت تقارير والجامعة ما قصروا معه، وهو طالب في سنة 3 طب. الله يحفظه إن شاء الله يا رب، يرعاه دكتور.